نيجي بقى للنجمه بتاعت عايزه وردي يا برضه. هل دي انسانه ما عندهاش احساس بالمسؤوليه او ما عندهاش احساس بالاولويات؟ ابسولوتلي. دي واحده اللوف لانجوج بتاعتها هي ريسيفنج، او ان يجي لها هدايا. ده اللي بيملى التانك بتاعك، حاسسها ان انت بتحبها، ودي مش ماديه. يعني تاني احسن خط يقول ايه؟ تهادوا تحبوا. فالهدايا تعبير عن الحب، واللوف لانجوج بتاعتهم ريسيفنج جيفتس. ما ينفعش تكتفي بهديه عيد ميلادها وهديه عيد الام، عيد الجواز وقتهم على كده. لا لا لا، ده انت مثلا مرتين في الاسبوع لازم تخش عليها بايدك مليانه. بس احنا ما بنتكلمش في مستوى هدايا شنط الفنانه دينا الشربيني مثلا اللي بالاف الدولارات. فانت مثلا ممكن تبقى بتشتري طلبات البيت، تروح تزود عليها الشوكولاته اللي هي بتحبها وتخش طبعا الكل مثلا. هي مش محتاجه اكتر من ان هي تحس ان انت فكرت فيها وافتكرتها بحاجه. الشوكولاته مش هتكلفك كتير، تقطف لها ورده وانت جاي من بره تديها لها، تكون هي اللي زرعاها اصلا بس هتفرح برضه عادي. يعني خليك فيت. وطبعا every now and then تجيب لها هديه حلوه كده، تحس ان انت برضه تعبت وفكرت وحوشت عشان تجيب عنها وبديتها على اولوياتك. الرجاله بقى طبعا ما بنشتري الهدايا، يعني مش مع الموضوع ده برضه، مش حقيقي خالص. مفيش لغه من اللغات دي اكسكلوسيف للستات او للرجاله، زي بعض. بس تاني، احنا لما بنجيب هدايا للرجاله بنجيبها بالمايند سيت بتاعنا احنا. فبنروح عند الساعه، البرفيوم، المحفظه، المحفوظات دي. الحاجات دي بالنسبه للرجاله مش دايما بتبقى، يعني ممكن اصلا يحس ان انت بتنضفيه عشان تتفشخري بيه قدام صحابه. فلو بقى جربي تجيبي له دراع بلاي ستيشن بدل اللي كسر على دماغ صاحبه من يومين، او تجيبي له بلاي ستيشن 5 مثلا. هاتي له جنوط للعربيه او فرش للعربيه او فواحه في العربيه، اي حاجه في العربيه. هاتي له تي شيرت الفريق اللي هو بيشجعه، وشوفي بقى هيفرح ولا لا. ده لو الريسيفنج جيفت هي اللانجوج بتاعتك. فمثلا اللي بيجيب لمراته هديه ويلاقيها بصت له بصت يا ما جاب الغراب لامه، واللي هو ايه القرف ده كلهم لا مؤاخذه شمال، دي غالبا الريسيفنج جيفت مش هي اللوف لانجوج بتاعتها. هي اللوف لانجوج بتاعتها حاجه تانية انت ما بتعملهاش، فالتانك فاضي فهي مش طايقاك. الحجه المشهوره قوي في الحته دي انه انا راجل مسؤول وعندي اولويات، انت حاجات اولى من حاجات، هدايا ايه وكلام فارغ ايه، لازم نبقى بنتصرف في الفلوس بمسؤوليه. دي حجه ليه؟ عشان انت عاده ما بتبقاش اللي هو ايه اجيب ولا ما اجيبش، لا انت بتبقى اجيب دي وما اجيبش دي، يعني انت كده كده دافع. فاللي هو ايه، لا شنطه هن بالسعر ده مش هجيب اللي مش عارف ايه، وتروح مطلعها شرم الشيخ بثمن 3 شنط. هي مش عايزه كواليتي تايم، هي عايزه شنطه. فانت كده بتديها على مزاجك، فلا بعد اذنك تديها اللي على مزاجك. او اجيب ورد ليه؟ ما اجيب كيلو كباب ابرك مثلا. ده مش طبع، ده مش طبع عشان يبقى صعب يتغير. دي سياسه انفاق فيها ترتيب اولويات، تقدر انت تغيره فغيره عادي، مش الموضوع يسوى.